الموضوع انتهى. ما احنا عارفين كل ثوره بنعملها بيجي لنا من سيء لاسوء، ومش قصدي حاجه، قصدي ان الرئيس اسوء طبعا، لان قارن الرئيس بحسني مبارك لا احا ده انا بضرب نفسي بمليون صرمه. اهو ادي الصرمه اهي قدامكم اهو عشان تهدوا بكم امهاتكم. انا اسف يا مبارك والله العظيم 3 لاحمد نظيف برضو، لان ببص على مصطفى العرس مدبولي ده واقول يا دين امي انا صرت على احمد نظيف عشان اجيب مدبولي. يا دين امي ده مدبولي ده شكله ماسك، عارف اللي هو الاجزخانات القديمه اللي لما بتخشها تحس ان ريحه الدواء من السبعينات. هو انا حاسه ماسك حاجه كده يعني مخزن وامين، هو ما هيعمل حاجه. وزير التعليم مشينا الراجل اللي هو كان اسمه ايه مع كان خال واحد صاحبي اسمه ايه الراجل ده، كان استاذ في مش عارف ايه، راجل كده خبير وسياسي كده محنك كده. مشينا الراجل ده وجايبين الولا ابن امه ابن طنط نرمين الولا احمد، ما هو مشينا كده الولا محمد عبد اللطيف علشان جده المشير. وانت عارف مشيرنا ده اسرع مشير في التاريخ على فكره. مفيش اي حد نال لقب المشير في العالم كله بالسرعه دي من لواء المشير في لا شيء في 4 سنين. يعني انت عارف الناس ممكن تقعد له بال8 سنين عشان يروح من عقيد لعميد فاهم قصدي؟ وده من لواء المشير مفيش. وبالمناسبه ألذ حاجه فيه ان هو اللي بيديها لنفسه يعني جامد ميك. قصدي ما اعرفش بيعملوها ازاي دي يعني. ولا مثلا كانت بتبقى في البيرث داي بارتي بتاعته المجلس العسكري بيقرر يا جماعه بقى احنا عايزين نفاجئه بقى فريق، عايزين بقى نطلعه بقى من فريق اول لمشير بقى، فيعملوا له بقى هابي بيرثداي تو يو شنتبون ويدوا له بقى المشير. ده انت يا ريس ما حاربتش يعني، انت اكبر حرب حاربتها هي انك انت فضيت ميدان رابعه وضربت كام طياره على في ليبيا ولما السودانيين داسوا بالجزم بتوع الدعم السريع مش الجيش السوداني، داسوا بالجزم على اخواتنا الجيش المصري، بعت لك طيارتين ضربوا صاروخين. مش هنمثل بقى يعني، لكن مثلا يعني ما شفناكش حتى في عمليه كوماندوز يا ريس. يعني قصدي انت انجازاتك ايه علشان الريش اللي انت مركبها دي كلها؟ صدقني انا لو منك اشيلها واسمي نفسي لواء عادي وليك احترامك. ده حسني والله العظيم حسني مبارك اللي حارب قائد الضربه الجويه كان لواء ما جروش ده حتى طنطاوي كان مشير وهو لواء. فين علاء مبارك؟ فين جمال مبارك؟ يا جماعه حد سجل لقطات ان انا بضرب نفسي بالجزمه دي يبعتها لعلاء مبارك جمال مبارك كلهم خدها عشان ما بيحبوا الحاجات دي. بس كل امك انت هو دي علاء انت وجمال انت تمنياكوا كل واحد فيكم طالع لي ب 300 مليون دولار يا ولاد الاحبه. بطلوا منياكه بقى يعني. هو مبارك احسن بكتير بس يعني على الاقل كان بيفهم، بس يعني كان مدورها بالتعريس بس كان على الاقل بتجيب ناس بتفهم كده يعني، تحس كده عنده حياء برضو شويه كده يعني، فاهم برضو كده. ومراته سوزان برضو مع كل احترام يا طنط انتصار انت من الجماليه، سوري في التعبير، طنط سوزان جايه من انجلترا اصلا. سوزان وانتصار واخد بالك، انا مش هتكلم الاسماء جاي يعني فاهم. انت لو من مصر الجديده او المهندسين هليوبلس او حاجه كده سوزي ماما سوزي، فاهم قصدي؟ انما طنط انتصار كانوا بيدلعوا يقول ايه يعني ممكن تفكر معايا ازاي هتختصر انتصار لده؟ لا لازم حاجه عصمت مثلا لازم حاجه تانية خالص بعيده يعني، مش هتنفع. وخلي بالك طنط انتصار حساسه جدا، حساسين قوي بكل امهاتهم، ولا حساسين قوي. اول مره اشوف حكومه حساسه قوي كده. والمخابرات بتغير قوي على الشعب يعني، تحس كده اي حد بيبزخ كده او نجمه بيعلى شويه لا لازم يقللوا نجمه، ما تعرفش لان الرئيس بيخاف جدا على الشعب لانه هو اكتر واحد امين على الشعب. وربنا من ساعه ما وراله الساعه الاوميجا وهو صغير، انا على فكره الحمد لله عمري ما شفت اي ساعات في الحلم بتاعي يعني، لا اوميجا ولا رولكس ولا حاجه عشان الرئيس يفتكر ان انا جاي بنبوءه جديده وداخله نفسه في الانتخابات لا سمح الله. لا 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 لا, لا. انا عمري ما اخدها منك بالانتخابات يا ريس، هم يشلوحوك الاول وبعدين يقنعوني ابقى اجي انا مكانك، لكن انا اخدها منك بالانتخابات ليه؟ انا عبيط انا ولا ايه؟ هو في نظام بيركب زي نظامك بيسلم الحكم لحد تاني في الانتخابات؟ دي نكته بنت لتنك قوي بيقول لك مره حاكم عسكري مسك البلد وبعد كده خسر في الانتخابات يا بتحصل دايما فين عمرو حمزاوي يا عمي
عمرو حمزاوي يدور لنا بقى لك وفي دولة غينيا بيساو في الانقلاب اللي حصل سنة 87 تم تسليم السلطة بشكل جيد، واستطاع فعلا المشير عبد الفتاح السوكي ان هو ياخد الحكم هناك. بس بعد 4 سنين حصلت انتخابات وخسر عبد الفتاح السوكي بفرق 3% لمرشح الحزب الاشتراكي اليساري الثوري الشمال اللي هو الاستاذ شراب ابو مدين. والاستاذ شراب ابو مدين بقى هو رئيس الجمهوريه، وعاشت غينيا بيساو في تبات ونبات، وان شاء الله احنا على نفس التجربه الغينيا بيساويه. هات يديني اي مثال كده. لا مفيش. هو عمه بيركب، هو عمه بتاع الدين او عمه بتاع الجيش ده بيركب ما بيعرفش ينزل للاسف، لان انت عارف بتبقى مؤخرته عسكريه، فالمؤخره العسكريه انت عارف البدله العسكريه برضو بتبقى فيها حته حديده من ورا كده، فهي بتلزق في الكرسي كده. وعشان كده الرئيس حب يخدمنا، لانه عارف انه لو قعد على كرسي واحد من الاصول الرئاسيه، كرسي واحد بس كده، هتلزق جامد قوي، فمش يعني مش هنطلعه بقى ولا 60 سنه، لان ده لسه شباب، ده عنده 69. خلي بالك الرقم ده يعني مميز عند الشباب اللي بتفهم يعني، وهو وضع كويس يعني. هو ده الوضع اللي احنا فيه، بس وضع اجباري يعني، مش 69 ده بيبقى الموضوع ده بمزاج. الجديد عندنا ان هو فلنتقي الله يا سيسي، علشان انت امام شباب طلعوا دين امك ولا بيتقوا ربنا بقى ولا. انا بص صلي على النبي، انا اتفقت مع ربنا بيني وبين ربي، يعني لما انت بتكلم ربك بس انت بتقول ان ربنا بيكلمك كمان، لا انا بس بكلم ربي وعارف انه مش هيكلمني، مش عشان زعلان مني ولا حاجه، لا هو بس ان وحي انقطع بعيد عنك وعن السامعين من بعد وفاه الرسول، فما اعرفش انت اللي بيكلمك ده غالبا مش ربنا يا ريس، وانا الان لا يكون حد مركب لك شريحه فوق. نفهمك ان في حد جوه ربنا بيكلمك، فاهم قصدي؟ دي خطر نيك على فكره، بكلمك بجد والله. مش هقول لك اعرض نفسك على دكتور نفساني، دي مصيبه سودة، ما ينفعش رئيسنا يكلم اي حد دكتور نفساني يطلع له اسرار بلد، لا. بس كده انا بكلم بقى ربنا، قلت له بص ربنا، انا بامانه شايف ان شياطين ولاد المتنكه دول، انا عشان طيب القلب عمال اخد على طيزي، فانا الشيطان بتاعي الحمد لله بقالي مثلا بتاع 6 سنين طلقه على عوانق السم كده، اللي هو يعني بقسم حتى امي، فاهم قصدي؟ يعني امي لما بتقول لي اي حاجه ما بتعجبنيش جرايه بنت الشرموطه على طول في وشها كده على طول، فاللي هو انا مركب شيطان، فاهم؟ شيطان هو 7000 سي سي، يعني فاهم قصدي؟ 7000 سي سي يعني 2 حصان. ما احنا عارفين ال 3500 سي سي بحصان، ما هو كان زمان احسن من كده، بس الجنيه فاهم بقى، ال 50 منه بدولار، فال 7000 سي سي ده 2 حصان. انت اخرك يا سيسي 7000 سي سي، لان انت عندك 70 سنه خلاص، ده انت وشك للقبر يعني، انت اخرك 5-6 سنين كمان وهتروح فلاقوس. طبعا ممكن تحاول تقتلني، بس خلي بالك وائل غنيم فكره، والفكره لا تموت.